بالقرن التاسع عشر بغداد كانت تعيش أسوأ فتراتها، الأمراض والأوبئة تهاجمها سنة ورا سنة، وبسبب سوء الوضع الصحي في ذاك الوقت كانت الأمراض والأوبئة تنتشر بسرعة وتحصد آلاف الأرواح من الناس. الكوليرا مثلا بسنة واحدة قتلت 4000 إنسان، بينما الرعب الحقيقي كان عند الطاعون. تتذكر كورونا والدنيا شلون كانت مقلوبة والخوف مسيطر علينا كلنا؟ عدد ضحايا كورونا بكل سنينها هي 25,000 فقط، بينما الطاعون بيوم بس قتل 7000 إنسان. انت متخيل كمية الرعب؟ الطاعون انتشار مميت لدرجة انه كثير من الجثث صارت متكدسة في الشوارع دون حتى أن تدفن. بعض المؤرخين يقولون أنه أحد الأسواق سمي بالسوق الجائف بسبب جيفة الجثث المتكدسة اللي كانت فيه. بعض الجثث انشمرت بنهر دجلة، والبعض الآخر بدت الحيوانات تنهش فيها. أنت متخيل أنه بعض الأطفال شافوا الحيوانات تنهش بجثث أمهاتهم قدام عيونهم؟ رعب. المصادر تقول انه مئات بل آلاف الجنائز بدأت تخرج يوميا من المدينة. بسبب هذا الخوف والرعب اللي يسبب الطاعون يقال انه بعض الناس ماتت مو لأن صار بها طاعون، وإنما ماتت من الخوف من الطاعون، يعني وبكل ما تحمله الكلمة من معنى ماتوا من الخوف. بالنهاية يترك الطاعون بغداد بعد ما قتل معظم سكانه. قبل الطاعون عدد سكان بغداد 150,000 شخص، بينما بعد الطاعون 20,000 شخص فقط، يعني نسبة 87% من سكان بغداد. بين هاي الضحايا هي عائلة تسكن في منطقة الكاظمية، وبسبب هاي الأمراض والأوبئة راح تفقد كل أطفالها ويبقى من العائلة الأب والأم فقط. بعد سنين وبعام 1913 يولد لهذه العائلة طفل راح يسمى فيما بعد بعلي الورد، بس هذا الطفل كان مختلف.